ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده وسلام. عايزه اقول لكم حاجه غريبه قوي حصلت دلوقتي. القطط دي كانت محطوطه بره في الصاله، وعماله زيق 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 وتصوت، ويعني انتوا عارفين نونوه بقى. فاول ما ابني جه حطهم هنا على الجلابيه بتاعتي، دي الجلابيه بتاعتي. حطهم هنا على الجلابيه، بصوا سكتوا ازاي. زي يعني بيشمشموا فيها. والله اعلم كده، يعني بيشموا ريحتي فيها، لان انا كنت شايلاهم هنا عليها ومنيماهم قبل كده، وكنت برضعهم برضو عليها. فمش عارفة، يعني الحركة دي صراحة أثرتني قوي، وأعجبت بالموضوع ده. بصوا بيتمشوا على الجلابية بتاعتي وسكتوا. كانوا الأول عاملين صياح بره، وصو صو صو نو نو نو. فأنا فرحانة قوي. يعني كده زي ما أكون أنا مامتهم، وشموا ريحتي وسكتوا. بصوا بيشمشموا فيها ازاي. سبحانك يا رب. يعني دي حاجة بصراحة جميلة قوي، يعني حاجة بصراحة خلتني كده في دنيا تانية. احساس جميل ان يعني اطفال صغيرة، حيوانات صغيرة تنتمي لك، مجرد ما تشم ريحتك تسكت. حتى انا لما برضو يقعدوا يعملوا صياح وكده واروح شايلاهم يسكتوا. يمكن انا صورت فيديو برضو على الموضوع ده، لما حطيتهم في حجري سكتوا برضو. ابصوا بيخشوا الجلابية بتاعتي بيشمشموا فيها ازاي. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني دي حاجة عظيمة جدا، واحساس تحفة. مش قادرة اوصف لكم فرحتي واحساسي. مع ان في ناس كتير بتشوف ده تافه، يعني الحاجات دي تافهة، لكن انا لا، بحب الحيوانات قوي. يعني مش قطط بس، لا، بحب الحيوانات كلها. بس القطط هي اللي بتسيب فيها تأثير جامد جدا. بصوا التاني دخل في الجلابية تعمق، وده بصوا بيشمشم فيها ازاي. بصوا. لا 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 لا، كده هيخلوني اسيب اللي ورايا فعلا واقعد جنبهم، واروح اسخن لهم الحليب تاني بتاعهم واكلهم. يلا يا حبايبي، اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. واسيبكم دلوقتي عشان انا بصراحه فرحانه قوي. يلا، السلام عليكم.